ممكن منطوق الحكم يعني يستوقفنا ونسأل، يعني السؤال محرومش برضه، لأنه هو الحقيقة القاضي قال في منطوق الحكم إنه يعني بالظبط كده قال إنه لم يتوصل إلى الحقيقة، لكن مراعاة لظروف الشهداء والمصابين والظروف الصعبة التي يعيشها أهلهم وذويهم والأوضاع السيئة التي مرت بها الشرطة أثناء الثورة، وبعد أن احتارت المحكمة في ملابسات القضية، اهتدت هيئة المحكمة لهذا الحكم بتوفيق من الله. يعني هو طبعا المنطوق كده ممكن نقعد نتكلم فيه كتير، كلام يعني ممكن يبقى عليه علامات استفهام، لكن معانا أستاذ ياسر شميس مراسل المصري اليوم في البحيرة. مساء الخير يا أستاذ ياسر. مساء الخير يا فندم. الحقيقة برضو الحكم النهارده كان مفاجئ. الجميع كان يتوقع البراءة لجميع المتهمين. أيوه. لأن القضية الاتهامات فيها والدلائل قليلة جدا، كما قال المستشار سيد أبو سلام رئيس المحكمة. وفي منطوق حكمه قال المستشار سيد أبو سلام أن الأحكام أنه لم يتوصل إلى أدلة قوية للإدانة، ولكن الله وفقه، وأنه راعى ظروف المصابين وأهاليهم، وأن من المصابين من فقد عينه، وهناك من قتل خلال هذه. بس أنا عرفت إن حتى أهالي المصابين وأهالي الشهداء الحكم ده نزل عليهم كالصاعقة، وهم كانوا يعني منتظرين عقوبة أكبر بكتير من كده. أعتقد وبالتأكيد برضو مدير الأمن ومساعديه أو الضباط طبعا نزل عليهم الحكم كالصاعقة، لأنه هم ما فيش أدلة تثبت إن هم قتلوا. هو على فكرة يعني عدد كبير من أهالي المصابين والشهداء لم يحضروا الجلسة. الجلسة بدأت مبكر جدا في 9 صباحا بالضبط. المعتاد في مثل هذه الجلسات كانت تبدأ قبل 10. أعتقد المحكمة سبقت بالتفكير بالمحكمة خوفا حرصا منها على عدم تواجد قوى سياسية في الخارج لعمل مظاهرات. واعتقد ان من اهم برضو الادله التي ساهمت في هذا الحكم المخفف تقرير لجنه تقصي الحقائق التي امر بتشكيلها الدكتور محمد مرسي. ايوه تمام. تقرير لجنه تقصي الحقائق كانت المحكمه قد طلبت نسخه من تقرير لجنه تقصي الحقائق التي قام بتشكيلها الدكتور محمد مرسي، ووصلت المفاجاه انه لا توجد اي ادله جديده في القضيه الخاصه بقتل المتظاهرين في البحيره. أستاذ ياسر طبعا كلام واضح، متشكرة جدا لحضرتك أستاذ ياسر شميس مراسل مصر اليوم في البحيرة. لكن الحقيقة برضو ملف أثيوبيا لسه ما قفلناهوش، وهو مش هيتقفل في الأيام القادمة. وعشان مزيد كمان من التوضيح معانا دكتور محمد بهاء الدين وزير